الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أولادها وجعلنا من أنصار في أهلها سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من كمال الصلاة مريرة فتان تدرس كتصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله وسلم الذي هداني من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب أنت مولانا يا معبود. سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Cek satu. Cek. Cek cek satu. Satu. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat Fusilat. Surat Fusilat, surat ke-41, juz 24, mulai ayat 9. Mulai ayat 9. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Kita mulai ayat 79 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Inna sungguh alladzina orang banyak amanu yang mereka telah beriman kepada Allah bahwa Allah yang masih bersifat mencipta seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah pesan Allah kepada umat manusia. Inna sungguh alladzina orang banyak wa 'amilus sholihat dan telah beramal saleh ketika hidup di dunia, beriman dan beramal saleh, amal kebajikan, amal yang baik, lalu untuk mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak ada putus-putus, pahala yang
semuanya tadi di arba'ati ayat dalam 4 hari. Nanti perlu dilihat di kajian tafsir. Ketika ditetapkan bumi di yaumaini dalam 2 hari. Kemudian menciptakan susunan yang ada di dalam bumi tadi. Rinciannya di gunung-gunung. Kemudian Allah memberkahi bumi, menentukan di bumi itu makanan-makanan untuk bumi di arba'ati ayat dalam 4 hari, 4 masa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Fussilat ayat 9, 10, 11, 12. Kita menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Di surat apa yang kita baca Jumat tadi? Kedua, juga dikatakan bahwa awalnya itu berupa Tuhan. Kamu ini cocok juga sama sains modern. Jadi memang dari asap, kabut asap dan nebula. Asap dari modern. Di nebula berupa asap panas, nebula, kemudian bang, dia dijadikan langit, dia dijadikan bumi, dijadikan langit. Bumi juga isinya diciptakan oleh Allah sebelum kita makhluk hidup, baik itu fauna, binatang-binatang, manusia, dan itu diciptakan untuk flora, kebutuhan untuk kebutuhan kita. Tapi sayangnya Allah dengan makhluknya. Ya kalau kita lihat malaikat tidak butuh itu, tidak butuh makan, tidak butuh udara, tidak butuh air. Kita manusia yang butuh. Jadi kalau lihat kasih sayang Allah sama manusia itu bukan main. Kemudian pantaskah kamu ingkar pada Tuhan yang menciptakan bumi dengan segitu besarnya karunia Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah pada manusia? Pantaskah kamu ingkar? Siapa namanya? Dijewer.
dulu, kemudian turun hujan, menguasai bumi, bumi tumbuh pasir setiap pada Allah. Itu bermain. Sekali lagi kasih sayangnya Allah. Sekali lagi pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi?
Silakan Bapak-Bapak Ibu, ada dari pengalaman kehidupan Pak Haji Bapak ada yang bisa disampaikan? Dari pengalaman kehidupan ibu-ibu ada yang bisa disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya masuk kajian ayat jadi dari tujuh ayat yang keempat saya kalau menyebut Malik Yaumiddin itu sama. Karena dari tujuh ayat lima dua baru bisa satu ya baru ditanya nah waktu yang saya menulis apa itu Malik Yaumiddin pemilik hari pembalas. Itu dalam keseimbangan siapa yang kami sampai saya diurus saya saya tidak pernah menjadi guru awal kemudian hatinya untuk masuk nanti tidak tidak saya pulang dalam sekolah yang semua bilang jadi malam itu karena kalau tahu dia seorang wanita penjaga saya di sekolah karena saya belajar di sana penjaga itu wanita kalau kita itu bisa nah saya ingin tanya yang menggunakan yang menurut itu tidak adil tidak perhatikan saya bertanya ini betul Pak dari beliau bagaimana kita tidak adil dan banyak yang pakar itu orang tua itu sebenarnya silakan Pak Haji Dananto, ada yang bisa disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini diawali dengan kejadian kalau dilihat dari umumnya artinya kami itu potong malam
Muhammad, apa yang kau inginkan dengan dakwahmu ini? Kalau kau ingin harta, uang, kami akan mengumpulkan uang untuk kamu. Yang penting kamu tidak melanjutkan dakwah, tidak melanjutkan mengembangkan agama. Kemudian kalau kamu ingin kekuasaan, kami bersedia. Ya. Kami bersedia orang-orang Quraisy mengangkat engkau menjadi pemimpin. Tapi kalau engkau ingin wanita, kami akan jadikan wanita yang paling cantik untuk pernikahan. Terus yang terakhir dia ngomong begini, kalau engkau ingin tidak sama setan, ya, tidak mau seperti orang nanti kami akan mencarikan dukun-dukun atau ahli tabib yang bisa menyembuhkan kau. Itu Rasulullah belum mendengarkan dan benar. Kemudian suka ngomong ini, saya minta pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa dari tawaran orang-orang kami dari kami Quraisy, kita sebagai wakil, tapi mendengar pendapat kau. Kemudian Rasulullah membaca ini. Sampai itu dijelaskan tentang ada orang-orang yang bisa, kemudian ada itu pas berobat itu tidak kuat mendengar ayat-ayat ini. Kemudian Rasulullah itu cukup jangan dilanjutkan, cukup itu cukup pulang. Ya kalau apa ini? Itu menunjukkan bahwa kami itu mengerti. Kalau dari kami itu tidak dimungkinkan itu kuat, kalau ngomong tapi ternyata di dalam sejarah tidak ada apapun dalam sejarah yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mencaci buruk kami ini. Ayat kami tidak mau begini. Karena terlalu lama berbagai kabar tidak bisa memahami kami ini artinya apa. Sampai dalam kafir itu menunjukkan Allah Taala ini Allah ini tidak ada hanya Allah mengetahui maksudnya. Jadi memang ayat Al-Quran ini mengandung seperti apa ya, orang-orang Quraisy kalau mendengar ini, terus saya belum mendengar sampai indahnya. Maka dari itu kita itu ingin merasakan keindahan daripada bahasa Al-Quran ini. Dia tidak perlu belajar yang namanya bahasa Arabnya, bahasa Quran, kemudian kita bahasanya yang sangat indah. Dia juga bisa merasakan benar-benar makna dari ayat yang Al-Quran. Terima kasih Pak Haji Nasrul luar biasa di konteks dulu orang-orang kafir itu mengatakan Rasul itu seperti penyakit, ada tukang sihir, ada bagian karena yang dikatakan itu kalau sudah paham kata Arabnya tinggi sekali, tidak bisa terlatih. Itu orang-orang yang mereka itu sangat takjub dan takut. Bahkan ketika Umar bin Khattab sudah punya Rasul, semua orang berkata,
Bergantung. Kalau ngomongnya kuat, kalau benar, jadi ada sahabat Abdullah Mupin langsung mendatangi Rasulullah menceritakan soal cerita ini. Mereka itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala, mereka itu tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak mendengar, tidak mengetahui. Maka turunlah Fussilat itu, surah Fussilat ayat 21 ayat 22. Jadi di dalam surat Fussilat ayat 21, 22 itu Allah mengetahui apa yang kamu katakan, apa yang ada di dalam hatimu. Di dalam surat Isra ayat 25, Allahu a'lamu bi nufusikum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Jadi belum diucapkan Allah tahu. Apalagi orang mengucapkan yang Allah tahu. Jadi Allah itu tidak pernah ada keterbatasan mendengar apa yang ada di dalam hati kita ini. Untuk hati kita ini Allah tahu. Jadi mereka itu mengatakan bahwa Allah itu sangat minim pengetahuannya, tidak mengetahui sama sekali. Nah ini perasaan Allah mereka bahwa Allah tidak tahu. Kalau kita ngomong kuat, Allah dengar. Kalau kita ngomong bisik-bisik, Allah tidak dengar. Nah jadi di sinilah Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Fussilat ini Allah mengajarkan kepada kita, dapatnya kita nyata, dapatkah kita mengelak jauh. Allah tahu kan segala fasilitas itu dijamin oleh Allah. Di dalam